السلام عليكم وصباح الفل. الكلام ده للمصريين مسلمين ومسيحيين. يا أهل الخير، رمضان خلص بس الخير ما خلص. بأذكر نفسي وأذكركم إن في فئة متعففة من إخواتنا المسلمين والمسيحيين إحنا محتاجين نساعدهم. إحنا كلنا بنمر بظروف صعبة جدا، العالم كله في ظروف صعبة اقتصادية وغلاء معيشة والكلام ده كله. أنا شفت فكرة يعني مطبقة في بعض المساجد والكنائس، ونفسي إن الموضوع ده يتعمم. ويا ريت اللي أنا بتكلم فيه ده ناخده ونناشد المسؤولين في المساجد، في وزارة التضامن الاجتماعي، في وزارة الأوقاف. مثلا كمثال، يعني شفت مسجد بيعمل ايه. طبعا اذكر نفسي واذكركم ان احنا كلنا لازم يعني نساعد الغير على قد ما نقدر. ده الوقت فعلا اللي نطلع فيه على قد ما نقدر من قوتنا واكلنا وفلوسنا، نساعد بيها الغير المحتاجين فعلا. لان في فئه انا لاحظت ان هي متعففه كده للاسف. احنا مش بيقولوا ان هم محتاجين، في حين بقى ان هم فعلا محتاجين جدا. يعملوا ايه ويلجأوا لمين؟ يلجأوا للمسجد او الكنيسه، في مقابل بقى الفكره اللي اوريدي انا شايفها بتحصل. وربنا يجازي شيوخ وامام مسجد والاداريين اللي بيديروا المساجد والكنائس، ربنا يجازيهم خير ويجعله في ميزان حسناتهم جميعا يا رب. انا شايف ان هم عاملين زي لجان في المسجد، بعض المساجد طبعا، ونفسي ده يتعمم، ان هم بتجيلهم الناس المحتاجه، سواء بقى في ايجار مثلا متاخر، ايجارات، مرض، ادويه، علاج، اكل شرب، صناديق، كراتين، اكياس اكل، وجبات جاهزه، وجبات الناس تعملها في البيت. يعني المهم اللي محتاج هيلجأ لمين ومكسوف بيلجأ للمسجد. هيلجأ للمسجد، هيلجأ للكنيسه. الكنيسه بقى والمسجد دورهم هنا. انا شفت مسجد مثلا بيعمل فايلات يعني لكل حاله، تروح له بالبطاقه وتروح له باثبات ايه المشكله في دخلك او احتياجك وصوره، يعمل لك فايل عنده ويعمل لك انت كارت. وما بين مثلا يوم 30 في الشهر هنقول لحد يوم 5 بيبدا التوزيع بقى بفلوس بتطلع، باكل بشرب. انت فهمت الفكره. المهم ان انت يا ريت الوزارات دي، ولو وزارات تانية يعني وهيئات، تتدخل وتعمل لجان ونعمل حصر للمساجد والكنائس، ونبدا نساعد اخواتنا المحتاجين المصريين مسيحيين ومسلمين. يا ريت نعمم الفكره دي في كذا مسجد. انا عارف ان انتوا كلكم شفتوا الموضوع ده قبل كده، بس يا ريت يقنن وتبقى بالتنسيق مع الوزارات دي، او بالتنسيق مع القائمين على اداره المساجد والكنائس. واللي محتاج يروح للمسجد او الكنيسه، واللي معاه ويقدر يساعد ارجوكوا يساعد على قد ما يقدر. مش معنى ان رمضان خلص ان ده معناه ان الخير هيخلص. احنا في اشد الاحتياج، احنا في اوقات صعبه جدا، وواجب علينا نساعد بعض جدا. ربنا يجعله جميعا في ميزان حسناتنا. اللي عنده افكار شافها متطبقه قبل كده في مساجد او كنائس يا ريت يقترح عليا، واللي ما عندوش وجات له فكره يا ريت يقول لنا نساعد بعض ازاي. ده الوقت اللي نقدر نساعد فيه بعض. مساء الخير، وربنا يا رب يكتب لنا الخير جميعا، ويبعد عننا وعن مصرنا الحبيبه كل شر وهم وغم ومرض يا رب. شكرا.